الآخر عفيف الزرقي، هناك في لؤلؤة عفيف أهلا بك معنا. أرى خلفك في كثير من الأعلام الدول المشاركة في كأس العالم. منطقة اللؤلؤة منطقة تجارية سكنية، يعني تشهد دائما حضورا كبيرا. كيف سيكون الحضور في كأس العالم؟ اهلا بك يوسف وبضيفك الكريم وبجميع الساده المشاهدين. نعم، هنا في المدينه سنترال في القلب النابض لمنطقه اللؤلؤه التي اصبحت جاهزه بالكامل لاحتضان جماهير التي ستتوافد بكثافه على دوله قطر لمتابعه كاس العالم. وفي هذه المنطقه حقيقه الراقيه والمميزه بطابعها المعماري العصري الذي لا يخلو من اللمسه التقليديه القطريه. بدات حقيقه اللمسات الأخيرة تظهر، ونشاهد الأعلام وجميع المقاهي والمطاعم والشقق والفنادق حقيقة بدأت تتزين بأعلام المنتخبات المشاركة في هذه النسخة التي تعد بالكثير والكثير من الإثارة. مثل ما ذكرت يوسف، هذه منطقة تجارية لكن حقيقة هي منطقة سكنية، وستكون قبلة العديد والعديد من الجماهير الذين سيقضون عدد من الليالي خلال بطولة كأس العالم هنا، حيث أكدت اللجنة المنظمة وكذلك اللجنة المشرفة على هذه المنطقة هنا توفير عدد كبير ما لا يقل عن 300 أو 400 شقة مجهزة بالكامل من أجل الحجز وبأسوام وبأسعار يعني في متناول الجماهير التي ستتوافد هنا إلى قطر وإلى منطقة اللؤلؤة التي لا تبعد إلا كيلومترات قليلة عن أهم ملعب في مونديال قطر. نتحدث عن استاد لوسيل، الصرح المعماري الكبير الذي سيكون مسرح المباراة النهائية. لا يبعد هنا إلا مسرح المباراة النهائية، لا يبعد عن هذه المنطقة إلا 20 دقيقة، يعني لا أكثر من ذلك، يعني بالكيلومتر يعني لا أكثر من 10 كيلومترات. يعني ملعب صرح معماري كبير، وسيحتضن مباريات في الأدوار الأولى والأدوار الإقصائية وكذلك المباراة النهائية، وهي فرصة للجماهير أن تذهب لمتابعة المباراة ثم تأتي هنا إلى منطقة اللؤلؤة للاستمتاع وللقضاء وقت رائع وجيد في طقس ومناخ رائع ورائع جدا سيكون بالتزامن مع مونديال الدوحة.